في هذا الفيديو رايح نجاوب على أكثر الأسئلة المتكررة في التعليقات حول سكنات عدل ثلاثة. نبدأ بالسؤال الأول، أعطينا موقع التسجيل وكيفية التسجيل. موقع التسجيل هو inscription.adl.dz. أما كيفية التسجيل راح ندير عليها فيديو نهار يفتحوا الموقع، لهذا ما تنسوش حفظ الفيديو وإضافة الحساب باش تبقوا على معرفة بآخر المستجدات المتعلقة بعدل ثلاثة. السؤال الثاني، هل يمكن للعزاب التسجيل؟ الجواب هو نعم، العزاب عندهم الحق الاستفادة من سكن عدل ثلاثة. السؤال الثالث، ما هي الشروط للتحصل على شقة؟ حسب تصريح وزير السكن بأن شروط الاستفادة من سكن عدل ثلاثة ستكون مثل عدل اثنين، وهي كالآتي: سن المستفيد يجب ألا يتجاوز 70 سنة، أن يكون الدخل الشهري للعائلة الزوج والزوجة معا بين 24 ألف دينار جزائري و 108 ألف دينار جزائري، ألا يملك الزوجين عقار ذو طابع سكني، ألا تملك قطعة أرض صالحة للبناء، عدم الاستفادة من إعانة مالية من الدولة، الاستفادة من سكن عدل تكون للزوج أو للزوجة فقط، إقامة المكتتب في الولاية المعنية بالبرنامج السكني. السؤال الرابع، ما هو ملف التسجيل؟ يتكون ملف التسجيل من نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، شهادة ميلاد أصلية رقم 12 سارية المفعول، شهادة إقامة حديثة، آخر كشف راتب بالنسبة للأجراء، آخر تصريح للضريبة على المداخل بالنسبة للمهن الحرة، آخر شهادة معاش بالنسبة للمتقاعدين أو ذوي المنحة، نسخة من بطاقة الضمان كناس أو كاسنوس. في حالة الزواج يجب تدعيم ملفك بالوثائق التالية: شهادة عائلية حديثة، شهادة ميلاد الزوجة أو الزوجة الأصلية رقم 12 سارية المفعول، آخر كشف راتب الزوج أو الزوجة بالنسبة للأجراء، آخر تصريح للضريبة على المداخل للزوج أو للزوجة بالنسبة للمهن الحرة، آخر شهادة معاش للزوج أو للزوجة بالنسبة للمتعاقدين أو ذوي المنحة، نسخة من بطاقة الضمان كناس أو كاسنوس. السؤال الخامس، هل بطاقة الشفاء شرط ضروري في التسجيل واللي ما عندوش رخصة؟ لا، بطاقة الشفاء غير ضرورية، الضروري هو رقم الضمان الاجتماعي فقط. السؤال السادس، أنا مستفيد من قرض بنكي إلكتروميناجي، يقبلوني ولا لا؟ نعم أخي، عندك الحق، المستفيد من قرض لشراء قطعة أرض أو مسكن هذا هو اللي ما عندوش الحق في سكنة عدل ثلاث. السؤال السابع، نقدر نسجلوا بالبيرمي بيومتريك؟ نعم تقدروا، لأنه فيه نفس رقم التعريف الوطني الموجود في بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، لكن في حالة كان لازم تسكاني بطاقة التعريف تدخلها في الموقع، هنا يولي التسجيل بلاكارت ناسيونال بيومتريك ضروري، ما من الأحسن تروح تخدمها، سيرتو الناس اللي مازال عندها البطاقة الوطنية الخضراء لأنها غير مقبولة. السؤال الثامن، قداه لازم تكون مسوري من قبل؟ اللي مسوري جديد يقدر، نعم يقدر عادي يسجل في سكن عدل ثلاثة. السؤال التاسع، المغتربين هل لديهم الحق في التسجيل؟ نعم، المغتربين بما أنهم جزائريين يسمى عندهم الحق الاستفادة من عدل ثلاث. السؤال العاشر، كي دير طلب على اف ثروة ويكون عندك طفل واحد، ما تجي توجد يكون عندك طفلين، تقدر تبدل؟ نعم تقدر تبدل. كما على بالكم باللي اللي عندهم الحق في اف كات هم المتزوجين واللي عندهم اكثر من زوج اولاد. اذا كان عندك طفل واحد لازم تسجل اف ثروة، مي اذا رزقك ربي بمولود جديد ومازال ما مدولكش المفتاح، تقدر تجدد الملف تاعك ويقبلوك عادي ويمدولك اف كات. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عندكم سؤال خلوه في التعليقات، راح نجاوب عليهم في الفيديو القادم. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب وإضافة الحساب.